القاهرة تقدم في عيد الإذاعة المصرية تتعانق الكلمة واللحن فيولد النور، فهي المسامر والصديق، وهي المعلم والرفيق. هكذا كان وهكذا تكون، هي في عيونهم. معكم اليوم عزت سعد الدين. الإذاعة المصرية مؤسسة عريقة ذات حضور تاريخي مميز، وهذا الامتداد الزمني ليس كل ما تستحق عليه التهنئة، وإن كان مقاومة عوامل الزمن وإحباطاته جديرة بالتقدير في ذاتها، لكن إذا كانت أيضا تتجه إلى المستقبل وتؤسس لواقع ناهض وتجاري الحياة بمجرياتها المختلفة، فهذا كله يجعلها مؤسسة جديرة بالتقدير والاحترام والتحية، أنها باقية وأنها ينبغي أن تبقى في موقعها المميز الذي يقود المجتمع أو يؤثر في قيادة المجتمع إلى الرشادة وإلى التقدم وإلى الإفادة من إمكانات العصر، وإلى أن يظل يحلم بأن يكون أجود وأرقى. بالطبع أنا متقدم في السن، بلغت 90، فحضرت بدايات قديمة للإذاعة بالنسبة للحياة الريفية، من أيام الراديو الذي كنا نشغله بالبطارية، بطارية السيارة الآن، وكنت أجرها على عربة بعجلات صغيرة وأملاها كل 3 أيام، أشحنها بالكهرباء من ماكينة الطحين في أطراف القرية. وكثيرون كانوا يفعلون الشيء نفسه إلى أن ظهر الراديو أو المذياع الذي يعمل بالبطارية الجافة، واستمعت إلى البدو أو الأعراب في جوار قريتنا وهم يتحدثون عنه عندما شاهدوه في المنصورة، واختلفوا هل هو رضوان مجفف ولا رضوان جفاف. طبعا احنا اللي رحنا المدرسة وعارفين انه اسمه بطارية جافة، لكن الى هذا المدى كانت الإذاعة متغلغلة وكان الراديو حاضرا، وكانت حياتنا في رعايته حياة مستقيمة إلى حد كبير، متصالحة مع نفسها، مؤملة في المستقبل. وهذه أهم إنجازات البنية الإذاعية التي حرصت الإذاعة المصرية على أدائها منذ بداياتها المبكرة جدا في بداية الثلاثينيات وإلى يومنا هذا والمستقبل إن شاء الله. تحية إلى الإذاعيين وتهنئة إليهم في كل أجيالهم وكل شخصياتهم وكل إمكاناتهم، وأتمنى أن تكون هناك قطاعات من الإذاعة تهتم بالجانب التاريخي في حياتنا العامة وحياتنا السياسية والثقافية وحياتنا الفكرية. فالتراث العربي والتراث المصري تحديدا مليء بالمنجزات العظيمة، ما بين أخبار تاريخية وحكايات وإبداعات وطرائف وشخصيات، وهذه تستحق أن تكون موضع تأمل وقدر من الرعاية، بل أزعم أنها تستحق قسما خاصا في الإذاعة يكون مشغولا بالحياة المصرية وبالإبداع المصري وبالثقافة المصرية، حاضرا وماضيا بعيدا، تاريخيا واجتماعيا. تهنئة من القلب للإذاعة والإذاعيين في عيدهم، أدام الله أيامهم بالسرور والإضاءة والسعادة إن شاء الله. محمد حسن عبد الله، أستاذ النقد الأدبي بالجامعة. كنتم مع هي في عيونهم.